طبعا النهارده تعالوا كده معايا كده يا حبايبي، كل حبايبي اللي بيشوفوني تعالوا شوفوا معايا النهارده تسويقة الاسبوع او تسويقة العشر ايام. الاسعار عامله ايه؟ الاسعار حنينه جدا، وايه اللي انا بستغله طول الاسبوع، وايه اساسياتك. طبعا زي ما كل اسبوع او كل 10 ايام انا بصور لكم كل فتره كده تسويقة التسويقه اللي انا بسوقها. طبعا ايه الاساسيات بتاعتنا، وايه اللي ما نقدرش نستغنى عنه في ثلاجتنا. تعالي مكملي معايا الفيديو وانتي تشوفي ايه اللي انا اشتريته والاسعار عامله ايه. اهم حاجه احنا بنخش نتفرج على الفيديو اللي بيكون فيه اسعار. ليه بنحس ان احنا بنرتاح نفسيا لو الاسعار حنينه، لو الاسعار هاديه، بتحسي ان انت ايه، نفسيتك هديت لكل واحده بتاخد مصروف مثلا من جوزها، او بتاخد او ماشيه على قد ايديها، بتتمنى ان الحاجه تبقى رخيصه، او بتتمنى ان القرش اللي معاها او الفلوس اللي معاها والمصروف اللي معاها يقضيها ان هي تجيب بيه طلباتها، ما ينقصهاش حاجه. طبعا في الفيديو النهارده هنتكلم مع بعض ايه اساسياتك وايه الاسعار حنينه، الاسعار حلوه. تعالي شوفي الاسعار واتفرجي مش هتندمي. بس ما تنسينيش لو انت مش مشتركه تشتركي، ولو انت مشتركه تفعلي زر الجرس عشان كل فيديو انزله يجيلك اشعار بيه. كملي معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا النهاردة رحت السوق، انتوا عارفين ان انا بروح كل اسبوع او كل 10 ايام بجيب اللي ناقصني. طبعا انا كان ناقصني كل الحاجة اللي قدامكم دي، فانا طبعا قلت افتح بقى الكاميرا بما ان النهاردة انا ما صورتش معاكم حاجة، قلت اصور بقى واوريكم الاسعار في السوق كانت عاملة ايه. طبعا زي ما انا متعودة معاكم. طبعا جبت صراحة طماطم زي ما انتم شايفين بكمية كده، جبت منها. بصوا طماطم، بصوا عامله ازاي، جميله جدا على فكره. هي مخضره سنه بس من جوه، قلبها من جوه احمر. بصوا حمرا. جبتها دي ال3 كيلو ب10. وجبت اللي هي للسلطه اللي هي الناشفه اهي. بصوا اهي، ب5 جنيه. الاتنين ب10 ب5 جنيه الكيلو. وجبت الفلفل بس هو اللي غالي، والشطه ب10 جنيه. والخيار الكيلو وربع ب10. والليمون فيه ب10 وفيه ب12. ده ب10 جنيه، نقيته بس حلو قوي اهو. اهو ليمونه حلوه، انا بحب الليمونه الصغيره دي، انا ما بحبش اجيب الكبيره عشان لو بقسمها اتنين، بدل ما يعني ما تبقى مقسومه كده ومحطوطه في التلاجة، لا يعني استغل نص نص، لا يبقى الواحده على قد مثلا ايه الاستخدام بتاعي. طبعا والبطاطس اهي ب10 جنيه البطاطس برضو. وفي كيلو وربع بس انا جبت بتاعت الآلية التحمير. طبعا وجبت خضرة برضو غالية جدا برضو شدة. جبت مش عارفة 6 ربط ب5 جنيه. وجبت تاني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت رايحة صراحة مش عشان الخضار، لان كنت رايحة عشان الطماطم، عايزة اجيب شوية طماطم افرزهم زي ما انتم شايفين كده. جبت 3 و3 و3 9 كيلو، غير طبعا اللي هحطها في باب التلاجة اللي هي الناشفة بتاعت السلطة. كنت رايحة عشان الطماطم، وكنت رايحة لسبب اساسي ان انا الفلفل الاسمر والكمون بتاعي خلص. طبعا عندي كبيبة صيني، وعندي طبعا زمان انتوا عارفين انا اصلا بحب الفلفل الاسمر يبقى سادة، بحمصه بقى وبطحنه. طبعا كان خلص فروحت عشان اجيب فلفل اسمر وكمون من العطار. وجبت بقى ملح واكياس تفريز، وطبعا وخل الحاجات اللي هي ايه ناقصاني. طبعا بالنسبه بقى البتنجان والكوسه الكوسه كيلو وربع ب10. والبتنجان كيلو وربع برضو ب10. طبعا الحاجه شدت شويه بس هينه برضو عن الاول. بس انا صراحه ما رضيتش اجيبها لان انا كنت قريب عامله محشي ومحدش هياكل محشي، فانا ما بحبش اجيب الحاجه واحطها في التلاجة وتقعد اسبوع وبعد كده اعمل لا. فانا لو احتجت هبقى اروح اجيب او هبعت حد من عيالي يجيب لي. طبعا يعني اعتمادنا طول اليوم او كل يوم على الطماطم اللي هي ما تخلصش طبعا من التلاجة، ده طبعا دي شيء اساسي. الفلفل، الليمون، الخيار، الخضره، الحاجات بطاطس، طبعا ده شيء اساسي فطار عشاء. طبعا الحاجات دي اللي انا جايباها دي الاساسيات اللي بتكون موجوده. طبعا الخضار بقى لو انا هطبخ مثلا الخضار اي حاجه، طبعا انا ببقى مفرزه في الفريزر، ولو احتجت حاجه من اللي في السوق بجيبها صبحه فريش، طبعا مع اللحمه مع الفراخ كده تبقى حاجتي صبحه.
ما اقدرش اجيب حاجه واحطها في التلاجة، ما بحبهاش بصراحه، او الحاجه بتدبل. لا، بجيب الحاجات الاساسيات اللي انتوا شايفينها، انا كل اسبوع بجيبها او كل 10 ايام، بستغلها طول ال10 ايام او طول الاسبوع، او ممكن تقعد معايا كمان 15 يوم. اول ما بتخلص بروح اجيب. طبعا الحاجات دي اللي بتبقى ناقصاني بجيبها، اكياس تلاجة، ده خل، ده مش عارفه، ده صابون، ده ملح. الحاجات الاساسيات دي لازم تبقى، لان انا ما اقدرش ساعات مثلا بيبقى ولادي في الدرس، ساعات ما بيبقاش حد موجود، لازم الحاجات دي تبقى عندي. حتى لو انا عندي منها لازم اجيب واخليها. يعني مثلا لو موجود مثلا ايه يكفيني مثلا كام يوم، اجيب قبل ما يخلص عشان يبقى حاجتي موجودة عندي في بيتي. طبعا الفيديو النهاردة كان سهل كده وخفيف، وما خدش مننا اي وقت، وحبيت ان انا اصور معاكم واعرفكم اسعار الطماطم والبطاطس والفلفل والخيار والليمون والخضرة. طبعا وقلت لكم اسعار البتنجان والكوسة. طبعا ما فيش اي حاجة طبعا خلاف بقى الفاكهة. الفاكهة كلها طبعا سعرها حنين صراحة في السوق وكتيرة. طبعا في متناول ايد الجميع. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم، واتمنى بقى ان انتوا يعني تشاركوني كده باللايك بتاعكم الحلو، بالكومنت بتاعكم الجميل. واللي ما اشتركش يشترك، واللي داخل اللي داخله كده وما اشتركتش تشترك، واللي مشتركه تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، يجيلك اي اشعار باي فيديو. وطبعا الفيديو بتاعي كده انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا قلت لكم كده على الاسعار. طماطم الحمد لله بدات تنزل وحنينه، يعني بقت كانت غليت، دلوقتي بدات تنزل اهي. طبعا انا جبت التلاتة بالعشرة، اللي انا هفرزها اللي هي الطريه شويه، والتانية ال2.5 بالعشرة، اللي هي الناشفة. طبعا هاتي شوية وفرزي. طبعا هفرزهم بكرة ان شاء الله مش النهاردة. وطبعا ده كان كل احتياجاتي. اتنشطي كده وقومي هاتيلك، روحي السوق هاتي شوية طماطم فرزيهم، هاتي كل اختصاصاتك. الحاجة حلوة، اسعارها حنينة شوية. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتوا تشاركوني باللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما دخلش يشترك يدخل يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.